صباح الفل عليكم واهلا بيكم حبايبي منورين قناه بيتو. برحب بكل الناس الجديده. هنعمل النهارده وصفه الملوخيه بالجمبري زي اهل اسكندريه لما بيعملوها. تحيه كبيره ليهم ويلا بينا على الوصف. المقادير بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده. معايا بصلايه مفرومه خشن، ومعايا طماطم معصوره كوبايه، ومعايا الجمبري متنضف ومعلقه توم. جمبري متنضف ومغسول ومتشال الكيس الرملي بتاعه. تمام. هنروح على البوتاجاز ونشوف برضو واحدة واحدة هنعمل ايه، وهقول تاني المكونات. في حلة على البوتاجاز هنحط شوية زيت. الوصفة دي بأغلبية الاسكندرانيين بيعملوها بالطريقة دي. أول ما الزيت يسخن هبتدي أنزل البصلة المبشورة بالمبشرة أو مضروبة في الكبة. تمام. عاوزة تقللي البصل ممكن تحطي بصلاية صغيرة. بشوح البصلة، وبعد ما تشوح كده هو وتدبل بقوم نازلة بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وابتدي اشوح فيه شوية. وبعد ما يتشوح هنزل على طول بالجمبري بتاعي. الجمبري الكمية اللي انت عاوزاها طبعا بيبقى مغسول ومحطوط له ليمون ومتنضف وكل حاجة. هحط التوابل بتاعتي عبارة عن ملح وكمون وشوية كزبرة ناشفة. دي المكونات بتاعه التوابل بتاعتي. هبتدي بقى اشوح فيه كده او اقلب فيه لحد ما ياخد اللون البرتقاني الجميل، ويبقى كده دخل في عملية السوا. تمام. مش هتقل عليه في السوا عشان ما يجلدش، لان لسه هياخد وقت في الملوخية. تمام. خلاص كده زي ما انتم شايفين بقى لونه جميل وغير لونه بقى برتقاني. هبتدي بقى اهو شايفين شكله عن قرب. هبتدي انزل بقى بكوبايه الطماطم المعصوره او مضروبه في الخلاط. طبعا المكونات دي عاوزه تقللي تزودي براحتك، بس انا بقول لك الطريقه زي ما بتتعمل على كيلو الملوخيه. ومعايا كده كوبايه ميه، انا حطيت جزء منها حوالي نصها، وهشوف اذا كان تقلها كويس او هتقل تاني. حطيت كده نصها، وهبتدي بقى اسيبها لحد ما الخليط كله يتسبك او مش يتسبك، يغلي بس ياخد كده غلوتين. وبعد كده هنزل بالملوخيه بتاعتي. الملوخيه دي متفرزه اللي هي بسمه، اي نوع جيبيه اللي انت متعودي عليه. طبعا لازم تكون فكت خالص. بطلعها كده بنزلها من الفريزر على التلاجة وبسيبها تاني يوم او بعد 3-4 ساعات بتلاقيها فكت. تمام. هقلب بقى فيها كده، وهبتدي لقيتها خفيفة شوية، لقيتها سوري تقيلة شوية، فحطيت بقية المية. بحطيت كده كوباية المية. احنا بنحبها تقيلة مش خفيفة. عاوزة تزودي زودي. كده خلاص خدت يا دوب غلوة. هبتدي بقى اعمل الطشة بتاعتي. هحط بقى شوية زيت وشوية توم مفروم. طبعا انا مسرعة الفيديو جدا جدا عشان ما اطولش عليكم. بعد ما الثوم يتشوح وريحته كده تطلع ويبقى لونه ابتدى يصفر، هبتدي انزل بالكزبره الناشفه. معلقه صغيره كزبره ناشفه. ما اقدرش احط الكزبره من الاول عشان الكزبره هتغمق التومه وممكن تتحرق مني، فبدي تشويحه للتومه وتحمر، وبعد كده انزل الكزبره بتاعتي. بعد ما تاخد اللون الجميل اللي انا عاوزاه هبتدي بقى اقوم حطاها على الملوخيه بتاعتي اللي خدت غلوه اول ما نزلت مع الجمبري مع البصل والطماطم والثوم المقادير اللي احنا حطيناها كلها. خلاص كده زي ما انتم شايفين التومه بقت تحفه، شكلها جميل وريحتها خطيره. هبتدي بقى انزل بيها على الملوخيه بتاعتي. تمام اهو. هنزل بقى معلش هنا الفلاش فصل اهو. هنزل بقى احلى صوت بقى زي ما انتم سامعين كده، صوت الطشه بتاعت الملوخيه وريحتها الخطيره. زي ما انتم شايفين الملوخيه جميله جدا. يا دوب سبتها خدت غلوه كمان او ابتدت هتغلي، اقوم طفيت عليها عشان ما تسقطش مني، وما غطيتهاش خالص وغرفتها. ريحتها تحفه، احنا بنحبها تقيله كده. انا كنت عامله جنبيها سمك بوري مشوي، هسيب لك وصفته في الاخر. وزي ما انتم شايفين اهو بالعيش طبعا
طعمها مش قادره اقول لك قد ايه، زي السكر وزي العسل، مسكره اكني حاطه فيها سكر. تحفه تحفه تحفه، جربوها. تختلف تماما عن الملوخيه العاديه، تختلف عن الملوخيه اللي بالارانب تماما. ممكن تقللي الصلصه او الطماطم، ممكن تقللي البصله، لان البصله بتساعد في ان هي تتقل اكتر الملوخيه ولونها يفتح شويه. عاوزه تقللي اوكي، لكن هي الطريقه دي خطيره بصراحه، اول مره اعملها وعجبتني جدا جدا. وادي الجمبري بقى بتاعنا برضو هندوقه. عاوزه اقول لكم يعني فظيعه. بألف هنا وشفا على اللي يجرب، والى اللقاء في وصفات جديده.